السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طريقة عمل كشك ألماظ بطريقة جديدة رائعة وسهلة وجميلة. هنجيب حلة على النار فيها مية بتغلي، فيها لورا، فيها حبهان، فيها كرفس، فيها جزر، فيها معلقة ملح، مكعب مرقة، رشة فلفل اسود، رشة زعتر، رشة جوز الطيب. هنبدأ نجيب صدور فراخ ونبدأ نسلقها نصف تسوية، وبعد كده نبدأ نجيب حلة تانية فيها سمنة على زيت على توم مفروم يتحمر ياخد الدهبي. نبدأ نضيف صدور الفراخ، نشربها في التوم مع الزيت مع السمنة، ونضيف التوابل عبارة عن نص اسود ونص معلقة ملح. مش نزود الملح عشان ده كشك، عشان برضه هو بيبقى حادق، فلازم نقلب الملح فيه. وهنضيف رشة زعتر ورشة قرفة، وبعد رشة جوز الطيب كمان بتخليه حلو أوي ورائع. وهنجيب كشك صعيدي هننقعه في طبق في مية دافية، ونصفيه في المصفى، ونبدأ نضيفه مع الفراخ، مع مرقة الفراخ، صدور الفراخ مع مرقة صدور الفراخ مع التوابل مع الكشك. بعد كده هنبدأ لما يخش في التسوية هنبدأ نجيب كوباية لبن كبيرة، ونبدأ نقلب فيها 4 معالق دقيق ومعلقة كريمة لباني ورشة فلفل اسود، ونبدأ نضيفها على الكشك اهوت. جميل ورائع وحلو جدا. هنبدأ ونقلبه بمضرب السلك لحد ما يتماسك، ونبدأ نغرفه في الطبق عشان نزينه ببصل محمر اهوت. هنبدأ نغرفه في الطبق اهوت. شكله رائع، شكله جميل في منتهى الجمال اهوت. جربوه ان شاء الله يعجب حضراتكم. متماسك وحلو. ليه؟ لان احنا ضفنا فيه 4 معالق دقيق، وكمان ضفنا مع الدقيق معلقه كريمه لبان، فبتخليه حلو قوي، وكمان وطعمه كمان بيبقى حلو. لان الكريمه اللباني بتخلي الحاجه طعمها حلو فعلا. وهنبدا نزينه ببصل متحمر. هنجيب زيت، هنجيب زيت على سمنه، ونبدا نقطع البصل شرايح، وبعد كده نحمره ياخد الدهبي، نضيفه على وش طبق كشك ألماظ، وهنقدمه على المائدة. وبكده خلصت حلقة اليوم. طريقة عمل كشك ألماظ بتكات وحركات شموع بسيط ورائع وسهل، ومقاديره متوفرة في كل بيت. هي في ناس بتضيف معلقة زبادي في قلب كشك ألماظ. انا ما بضيفش معلقه زبادي، انا بضيف معلقه كريمه لبان، بتخليه طعمه حلو جدا، وبتخليه في حته تانية خطير. بتخليه حلو وخطير، لان الكشك نفسه بيبقى حادق. هنضيف معلقه زبادي هيبقى زاعق، فاحنا لما نضيف معلقه كريمه لباني هتخليه في حته تانية، وطعمه حلو وطعمه جميل. وجربوه ان شاء الله يعجب حضراتكم. لو عجبتكم وصفة اليوم طريقة عمل كشك ألماظ تكات وحركات مهاجر بسيط ورقة وسهل ومنديل فراخ ببيت، مش تنسوا تعملوا لايك، اشتراك في قناة مهاجر أكلات مصرية، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد رائع وخطير. أشكركم شكرا جزيلا لكم. ألتقي بكم في حلقة جديدة وفي حاجة جديدة جميلة زي حلقة النهاردة. طريقة كشك ألماظ جديد ورائع، جربوه هيعجب حضراتكم. وأقول لكم شكرا، وأقول لكم مع السلامة.